اللي بيحب يسوع ما يعرفش يهرب منه. مش كل وجع دايما بيبقى له حل. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم بعد فترة غياب غبنا فيها عن بعض شوية، لكن بنرجع بنكمل تاني سلسلتنا كفاية وجع. أوقات كتير بعد الحزن الطويل وبعد سنين من التعب والبكاء إحنا مش محتاجين إجابة، إحنا بنبقى محتاجين حضن، محتاجين حد يسمعنا. حتى لو معرفناش نحكي محتاجين نصلي بدموع، وهو هيفهم من غير كلام كتير. هيجي الشفاء، لأنه مش دايما بيبدأ بحل. الشفاء أوقات يبتدي باحتواء. إحنا كبشر ما بنتعافاش لوحدينا أو من نفسينا، طبيعتنا محتاجة سند. وأحلى حاجة في الرحلة إنك مش لوحدك، إنت جوه حضن حد حاسس بيك فعلا، زي ما قال في رسالة يوحنا الأولى: الذي شاهدناه والذي لمسته أيدينا. إلهنا إله قريب قوي، بيتلمس، بيتحضن، وربنا عارف وجعك، وعشان كده بيسألك في سفر أشعياء: أما أعانك أحد؟ وحتى لو قلت له لأ برضه هيرد عليك ويقول لك ما تخافش، أنا هعينك. يمكن أنت مش محتاج تفسير، يمكن تكون محتاج لأمان، محتاج تسمع الجملة دي بجد. بص لبطرس، ضعف وأنكر واتكسر، بس أول ما سمع إن القبر فاضي جري عليه. اللي بيحب يسوع ما يعرفش يهرب منه. مش كل وجع دايما بيبقى له حل، بعض الأوجاع ليها حضن. تعبك مش محتاج تثبت إنك قوي. ربنا مش مستني منك بطولة ونصرة، هو بس عايزك تقرب وتحط راسك على كتفه وتسيبه يحتويك قبل التعافي. هتلاقي في احتواء، وقبل القوة في حضن بيقويك. ومهما تاه الطريق هو بيرجعك لأول خطوة، ونهايتها أكيد شفا. داري بألمك وبتعبك، حتى اللي مخبيه عارف مين باعك أو سابك أو خان ثقتك فيه.